لو غالية عليك خزنها في البيت. وطبعا انا هنا اقصد الفاصوليا الخضراء واللي قيمة تصديرها في 2024 حوالي 300 مليون دولار. فتعالوا كده نعرف مع بعض افضل طرق الحفظ اللي تخليها تقعد معاك من 12 ل 24 شهر. فصلوا على النبي واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا اقول لكم الطريقة. في 2024 يعني السنة اللي فاتت بلغت قيمة صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء حوالي 300 مليون دولار، وده بيمثل زيادة بنسبة 123% مقارنة ب 2023. وطبعا بنصدر الفاصوليا دي للمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وروسيا وكمان بعض الدول العربية زي السعودية وغيرها. وتصدير الفاصوليا بشكل طازج بدأ يقل لأننا بقينا بنعتمد على طرق التجميد في التصدير، وخصوصا يعني طريقة التجميد بتقنية الاي كيو اف. فتعالوا كده نخزن الفاصوليا بطريقة قريبة من الاي كيو اف، وكمان اعرفك باقي طرق التجميد. فيلا بينا نبدأ بأول مرحلة، وهتنزلوا تجيبوا الكمية اللي انتوا محتاجينها كل واحد على حسب احتياجه. وتعالى نبدأ بمرحلة الفرز. هنشيل اي حاجة مش سليمة، يعني اللي لونها اصفر هنشيلها، فيها عفن او اصابة حشرية هنشيلها. وطبعا هنفرزهم واحدة واحدة ونتأكد ان كله تمام. طبعا لو لسه ما صليتوش على النبي صلوا على النبي، دي اهم حاجة في الفيديو. واعملوا لنا لايك كده لانكم مقصرين في حق اللايك شوية. ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة. سرع لنا يا ابني الحتة دي علشان ما نطولش عليهم. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ خلصنا مرحلة الفرز، تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الغسيل. ولو متابعينا ليكوا فترة فاكيد عارفين ان اهم مرحلة معانا مرحلة الغسيل، لاننا ما نعرفش ترش عليها ايه ولا عدت على كام واحد قبلنا. فنهتم بالمرحلة دي ونغسلها كويس جدا جدا. وبكده نكون خلصنا المرحلة دي. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التجهيز. ومرحلة التجهيز هنا اننا هنشيل الجناب اللي ملهاش لازمة في الفاصوليا، وهنبتدي ان احنا نقطعها التقطيعة المعتادة. طبعا في البداية ابتدينا ان احنا نقطعها واحدة واحدة، ولما حسينا ان الموضوع هياخد معانا وقت كتير ابتدينا نقطعهم اتنين باتنين. لقيت الموضوع هياخد مننا وقت كبير جدا، ففكرنا في فكرة مختلفة طبعا بمقص مطبخ، وتقدروا تقطعوها او تعملوها بايديكم زي ما انا هعمل. طبعا كده الموضوع اسهل واسرع. وعلى ما نخلص تقطيع تعالى اقول لك شويه فوائد عن الفاصوليا الخضراء تخليك تقوم تخزنها دلوقتي حالا. اول حاجه غنيه بالالياف وبتحسن الهضم وبتمنع الامساك. تاني حاجه بتنظم مستوى السكر في الدم. مصدر ممتاز للفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين C اللي بيعززوا المناعه. بتحتوي على فيتامين K اللي مهم لصحه العظام وتجلط الدم. وكمان فيها حمض الفوليك. وبتحتوي كمان على معادن زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. طبعا لو انت من بتوع الجيم والعضلات فهي منخفضة السعرات الحرارية، مضاد أكسدة قوي، وكمان بتحافظ على صحة القلب. وليلة كبيرة أوي سعادتك. أنا لو منكم أقوم أخزنها دلوقتي حالا. نرجع لموضوعنا، خلصنا مرحلة التجهيز. تعالى بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة السلق. واحنا بنسجل مرحلة السلق الموبايل كان ليه رأي تاني وما كانش بيسجل، مش مشكلة. المهم ان احنا هنسيب الفاصوليا تغلي لمدة 3 دقايق. والاهم طبعا من مرحلة الغليان المرحلة اللي جاية دي، هنجيب مية ساقعة ويفضل يكون فيها تلج، وده علشان نعمل الصدمة الحرارية. والصدمة الحرارية هنا اننا بنثبط الانزيمات او بنوقف نشاطها. ولان سبب فساد اي منتج غذائي مية وهواء، فركز معايا في المرحلة اللي جاية دي. هنجفف الفاصوليا في فوطة مطبخ او مناديل زي ما بنعمل كده، او تجمدها بالاي كيو اف، يعني هترص الفاصوليا على صينيه وتدخلها الفريزر قبل المرحله الاخيره. تعالى بقى ندخل على اخر مرحله وهي مرحله التعبئه. كيسك محكم الغلق وهتبتدي ان انت تعبي الفاصوليا. وطبعا ما بنقفلش الكيس مره واحده، بنفرغ الهواء من جنب من الجناب. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي، دي اهم حاجه في الفيديو. واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.